اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن أسباب قلة أو عدم الإحساس مع العلاقة الزوجية وفقدان الرغبة في العلاقة الزوجية. في الفيديو ده هنتكلم عن طرق العلاج وإزاي نحل المشكلة دي أو نزود الإحساس مع العلاقة. هبدأ أول حاجة بآخر سبب قلناه المرة اللي فات أو علاج لآخر سبب اللي هو الأسباب أو المشاكل المتعلقة بالمهبل أو الجهاز التناسلي. رقم واحد، الناس اللي بتشتكي من ألم مع العلاقة الزوجية لازم تكشف. في الغالب 80% من أسباب الألم مع العلاقة الزوجية بيكون عندها التهابات مهبلية أو التهابات في مجرى البول، وده اللي بيعمل لك ألم شديد مع العلاقة وبيخليكي تفقدي الاستمتاع بالعلاقة الزوجية. فبنكشف عليها وبنشوف العلاج المناسب للالتهابات المهبليه او التهابات مجرى البول وبتاخديه. تاني حاجه، الناس اللي بتشتكي من اتساع في المهبل سواء بعد الولاده الطبيعيه او القيصريه بنكشف عليها ونحدد ونشوف هل هي محتاجه تضييق جراحي ولا تضييق عن طريق جهاز الهايفو او الليزر. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ بعض الناس بعد الولاده الطبيعيه بيحصل حاجه اسمها شق العجان، التئام الجرح ده ما بيكونش كويس بعد الولاده عند بعض الناس، يعمل لها اتساع في المهبل، العضلات بتكون بعيده عن بعض، دي لازم نعمل لها تضييق جراحي، بنقرب العضلات من بعض تاني ونشد لها عضلات المهبل جراحيا. طيب الناس اللي عندها اتساع بسيط بعد الولاده القيصريه او الولاده الطبيعيه ممكن نستخدم لها جهاز الهايفو. الهايفو ده جهاز موجود عندنا في العياده، بتبقى عباره عن جلسات من تلت لنص ساعه وانت صاحيه من غير بنج بدون الم، اجراء بسيط جدا جدا. الهايفو ده جهاز بيطلع موجات صوتيه بتردد معين بتعمل على تجديد الخلايا بتاعه المهبل، بيعمل على تجديد او ريجنريشن للكولاجين والالاستين الموجود جوه المهبل، بيشد لك عضلات المهبل وبطانه المهبل بشكل غير جراحي. اجراء سهل وبسيط وبترجعي لحياتك الطبيعيه بعدها عادي جدا جدا ونتائجه كويسه جدا. طيب نيجي لثالث حاجه او الحل السحري لمعظم المشاكل في المهبل، سواء الناس اللي بتشتكي من جفاف او الم مع العلاقه او عدم وصول للنشوه او ناس اللي عامله ختان. في حل بسيط وفعال جدا جدا وامن جدا جدا اللي هو حقن البلازما او البي ار بي. طيب البي ار بي ده او البلازما ده حاجه مشتقه من جسمك، بنحقنها في اماكن معينه جوه المهبل، دي بتزود احساسك بالعلاقه ونتائجها حلوه جدا جدا. هشرح لكم بالتفصيل البي ار بي او البلازما ازاي او عباره عن ايه بالظبط في الفيديو الجاي. ده كده باختصار بالنسبه للمشاكل اللي موجوده جوه المهبل. طيب ايه الاسباب الثانيه اللي هي بتقلل احساسك؟ هنتكلم عليها سريعا كده. بالنسبه اول حاجه للنفسيه، الضغط النفسي او الضغط العصبي ده بيأثر على حضرتك جدا. نحاول نبعد عن المشاكل بقدر الامكان او نقلل من الضغط العصبي. الخلافات الزوجيه نحاول نقلل منها شويه او نبعد عنها على قد ما نقدر لانها بتأثر على العلاقه الزوجيه بين الزوجين. الناس اللي بتاخد علاج للضغط او السكر لازم تظبيط الضغط كويس جدا والسكر كويس جدا جدا. لو في علاج معين للضغط بيأثر عليا برجع لدكتور الباطنه بتاعي ويشوف لي علاج بديل لي يقلل يعني ما يقللش احساسي بالعلاقه. الناس اللي بتاخد ادويه الاكتئاب وخصوصا من مجموعه حاجه اسمها السلكتيف سيروتونين ابتيك انهبيتور اللي هو الاس اس ار اي، بترجع للدكتور بتاعها لو ينفع يبدل لها العلاج ده او في امكانيه ان احنا نغير العلاج اللي بيأثر عليها يبقى كويس جدا. بالنسبه للتغيرات الهرمونيه اللي بتحصل مع الحمل والرضاعه بنفهم الزوجين التغيرات دي وبيكونوا متفاهمين في الموضوع ده كويس جدا. مع الرضاعه ممكن تستفيدي جدا بجلسات البلازما، ده علاج امن وفعال ومناسب جدا مع الرضاعه الطبيعيه. هتكلم في الفيديو الجاي عن حقن البلازما بالتفصيل وازاي بتحسن جدا احساسك مع العلاقه ووصولك للنشوه الجنسيه.